الجزائر تعيش في عزلة دبلوماسية تخنقها. في يوليوز 2025 تعززت سيادة المغرب على الصحراء، بينما تتخبط الجزائر أمام ضربات دبلوماسية متتالية. فقد شهد نزاع الصحراء المغربية تحولا حاسما يعزز موقف المغرب ويعمق عزلة الجزائر. في شهر يوليوز الجاري زار مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزائر، لكنه تجاهل قضية الصحراء تماما في كلمته الختامية، مركزا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن والطاقة والتجارة. هذا التجاهل يعكس رفض الولايات المتحدة إضفاء شرعية على جبهة البوليساريو. الاستياء الجزائري من هذا الموقف يبين تعثر سياستها الإقليمية أمام الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي تؤيده دول كفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال وغيرها. خلال الشهر نفسه وفي وقت سابق زار جاكوب زوما الرئيس السابق لجنوب إفريقيا المغرب، معلنا تأييد حزبه روح الأمة أكبر أحزاب المعارضة ب58 نائبا للحكم الذاتي. هذا التحول يشكل شرخا في موقف جنوب إفريقيا التقليدي الداعم للبوليساريو، معززا مشروعية الحل المغربي إقليميا. كما انضمت دول كالبرتغال ومقدونيا الشمالية وغامبيا إلى قائمة المعترفين بالحكم الذاتي. اعتراف البرتغال في 23 يوليوز يحمل وزنا تاريخيا واقتصاديا، خاصة مع شراكتها مع المغرب في مونديال 2030 وترأس رئيس وزرائها السابق أنطونيو كوستا للمجلس الأوروبي، ما يؤكد أن الحكم الذاتي أصبح الخيار الدولي الواقعي. اقتصاديا يرسخ المغرب مكانته كوجهة استثمارية جذابة. أعلنت مجموعة ستيلانتس استثمارات بقيمة 1.2 مليار يورو لمضاعفة إنتاج السيارات إلى 535 ألف وحدة سنويا، فيما تتعثر الجزائر في مشاريع مماثلة. هذه الدينامية تتماشى مع برنامج التنمية الجنوبية 2015 إلى 2021 الذي شمل مشاريع بنية تحتية كموانئ العيون والداخل بقيمة 8 مليار دولار، مما عزز ظروف المعيشة. كما أكدت الانتخابات المحلية في 2015 و2021 بمشاركة شعبية عالية رفض السكان لإشراك البوليساريو في إدارة شؤونهم، معززة مشروعية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في المقابل تتعمق أزمة الجزائر. أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء تحكيميا ضدها لخرق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2005، ما يكلفها خسائر تصل إلى 30 مليار يورو سنويا. زيارة الرئيس تبون إلى روما في 24 يوليوز برفقة حكومته ورجال أعماله، وتوقيع 40 اتفاقية مع إيطاليا خاصة بين سوناتراك وإني، تكشف عن محاولة يائسة لكسر العزلة. لكن هذه الخطوة محدودة الأثر، حيث تعتمد الجزائر على ورقة الغاز 40% من السوق الإيطالي دون رؤية استراتيجية، بينما يتفوق المغرب كشريك استراتيجي إقليمي. جبهة البوليساريو بأعمالها الإرهابية كهجوم السمارة 2023 الذي أودى بحياة مدني وتهريب الأسلحة، وعلاقاتها بجماعات متطرفة، كما وثقت تقارير معهد هودسون، تبقى حركة إرهابية مرفوضة من المجتمع الدولي. هذه الأعمال تنسف أي دعم لها وتقوي تأييد العالم للحل المغربي. في الختام، يظهر المغرب تقدما مميزا في ترسيخ سيادته على الصحراء من خلال الحكم الذاتي والتنمية الاقتصادية والدعم الشعبي والدولي. تجاهل مسعد بولس لقضية الصحراء، واعتراف حزب رمح الأمة الجنوب الإفريقي، واعتراف دول كالبرتغال تؤكد وجاهة الحل المغربي. في المقابل، تعاني الجزائر من تصاعد العزلة الدبلوماسية وتداعيات الإجراءات الأوروبية وتبعات دعمها للبوليساريو، مما ينذر بأن أوضاعها الاقتصادية والسياسية ستتأزم أكثر وأعمق في المستقبل. شاركونا آراءكم في التعليقات واشتركوا في القناة. دمتم في صحة جيدة وإلى اللقاء.